لو جوزك عنده قرار مهم في حياته، هل أول حد هيجيله يستشيره هو أنتي؟ لما يخلص شغل ويفكر هيرجع البيت، يا ترى بيبقى مشتاق ولا قلبه مقبوض؟ يا ترى لو سألنا جوزك مين أكتر حد فهمك في الدنيا، هيقول أنتي ولا هيسكت؟ يا ترى لما بيبصلك بيشوف فيك الأنثى اللي بيحبها ولا مجرد ست البيت اللي بتنظف وتكنس وتمسح وتغسل؟ هل أنتي مخلية بيته سكن زي ما ربنا قال، ولا مجرد مكان بيرجع ينام فيه وياكل ويشرب وخلاص؟ السؤال اللي بجد، هل انتي السكن اللي ربنا وصف ولا مجرد زوجة؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني إيه سكن؟ يعني مكان آمن بيرتاح فيه من تعب الحياة، الحضن اللي بيلجأ له لما الدنيا بتضيق عليه، القلب اللي بيفهمه من غير ما يتكلم، الروح اللي بيطمن لها. النهاردة في الحلقة دي هنفهم من سيرة أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن، وكمان هنعرف مع بعض من الدراسات الحديثة إزاي تلبي احتياجات الرجل العاطفية والنفسية. بس قبل ما نعرف إيه هي احتياجاته منك، هنعرف الفرق بين طبيعة الراجل والست. التكوين النفسي والعاطفي للمرأة مختلف تماماً عن الرجل. الست بتحتاج الكلام والتعبير عن مشاعرها، بتحب إن حد يشاركها في كل تفاصيل حياتها. في المشاكل بتتعامل مع المشاكل بعاطفية جدا، بتحتاج للاحتواء اللفظي والدعم بالكلام. لغة حبها أصلا هي الكلمات والاهتمام والتواصل. أما الراجل بيحب الصمت والانطواء، ولما بيكون عنده مشكلة بيحتاج مساحة شخصية للتفكير. هو عملي أكتر من إنه عاطفي، بيعبر عن حبه بالأفعال أكتر من الكلام. لغة الحب بتاعته التقدير والاحترام والقبول. الزوجة الذكية هي اللي تفهم إن طبيعة زوجها مختلفة عنها تماماً، وتعرف تتعامل مع الطبيعة المختلفة دي. أول حاجة الاحتواء والأمان النفسي. الراجل بيحتاج مكان آمن يظهر فيه ضعفه بدون ما يخاف إن هي تحكم عليه، زوجة تحتويه في لحظات القلق والخوف، حضن يهديه لما الدنيا تضغط عليه. بيحتاج يبكي قدامك، هو ده بيحصل قليل قوي إن الرجالة بتبكي، بس محتاج يحس بأمان إنه يبكي قدامك. تعالوا مع بعض نشوف السيدة خديجة عملت إيه مع الرسول. لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع البيت كان قلقان وخايف، قال زملوني زملوني، يعني غطوني. السيدة خديجة عملت إيه؟ غطته وضمته، احتوته فورا، ما سألتوش انت خايف ليه؟ مالك كده عامل كده ليه؟ فهمت بس انه محتاج أمان، واستنت لما هو اللي يهدى ويحكي لها، وسمعت له باهتمام. قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ليه بقى؟ فضلت تعدل له صفاته الحلوة، انت بتصل الرحم وبتساعد الضعيف وبتكرم الضيف، وكمان في دعم تاني، دعم بالفعل. راحت معاه الورقة من نوفل علشان يفهموا مع بعض ايه اللي بيحصل. الراجل لما بيكون عنده مشكلة مش محتاج حلول، هو محتاج منك بس احتواء عاطفي. تعال أقولك الستات دلوقتي بيعملوا إيه لما جوزها بيكون راجع من الشغل متضايق ومهموم. تفضل تقوله إيه اللي حصل؟ ما تقول يا ابني، أكيد أنت اللي غلطان في حاجة، ما أنا قلتلك ما تعملش كده. وتفضلي تسأليه وتحققي معاه وتضغطي عليه. النتيجة إنه بيتضايق أكتر وبينطوي على نفسه أكتر، وما يبقاش عايز يحكيلك أي حاجة خالص، لأنه عارف اللي فيها. الصح إنك تستني لما هو اللي يحكيلك، تفتحي دراعاتك وتضميه وتقوليله إنك معاه ومطمنة وما تقلقش، الدنيا هتبقى أحسن، ما انت ياما عملتلنا، ايه المشكلة؟ اسمعيه بدون ما تحكمي عليه أو تنتقديه. تعرفي ايه اللي هيحصل بعدها؟ هتبقي أول واحدة بيلجأ لها، هتبقي الحضن الآمن بتاعه. الراجل كمان بيحتاج زوجة تقبله زي ما هو، بعيوبه قبل مميزاته، وما تقارنيهوش بحد. اوعي تقارنيه بباباكي ولا جيرانك ولا زوج صاحبتك. حبيه لشخص هو، مش لفلوسه ولا منصبه. وبما انك ارتضيتي بيه فكملي معاه بظروفه، شاركيه في مواقف الشدة. أسماء بنت أبي بكر بتقول تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا أي حاجة غير الفرس بتاعه. ستنا أسماء عملت إيه؟ قبلت الزبير وهو فقير، رغم إنها كانت بنت الصديق وهو من أغنى الناس. عملت كل شغل البيت بنفسها، بقت تأكل الفرس وتجيب المية وتحطها في الدلو وتعجن العجين وتحمل نوى التمر على راسها مسافة 2 مشي من غير ما تقارنه بحد تاني ولا تلوم ولا تعايره. كانت بتعمل ده بحب ورضا. ابتدي من النهاردة، احنا في رمضان، اعملي الأكل بحب، كده كده هتعمليه، حط فيه من طاقتك ومن حبك، خلي البيت دافي. القبول غير المشروط هو أعظم هدية لما تقبلي شخص زي ما هو. لما جوزك يكون مرتبه قليل أو بيمر بضيق مادي، اوعي تقولي له ده بابا كان بيجيب لماما كذا وكذا، ده صحباتي عايشين عيشة غير اللي احنا فيها دي خالص.
هو أنت ليه شقتك صغيرة وصحابي شققهم كبيرة؟ يا خسارة عمري معاك لو كنت اتجوزت فلان وتفضلي تتكلمي عنه وحش قدام أهلك. عارفة إيه اللي هيحصل؟ هو هيكرهك وهيحس إن هو قليل. احمدي ربنا على اللي انت فيه ما دمتي قبلتيه من الأول، ومادام هو بيعمل اللي عليه قللي انت من المصاريف من نفسك بدون ما تحسسيه إن هو مقصر. ساعديه في البيت بحب ورضا، افتخري بيه قدام الناس. جوزي ده راجل محترم وربنا هيكرمنا ويرزقنا، وما تقارنيوش بحد. ساعتها هيحبك أكتر وهيتعب نفسه علشان يوفر لك الحاجة اللي انت بتتمنيها. تالت حاجة الراجل بيحتاجها من الست اللي معاه التقدير والإعجاب. الراجل بيحتاج زوجة تقدر مجهوده حتى لو بسيط، كلمات إعجاب وشكر على الحاجات اللي بيعملها، تفتخري بيه قدام الناس. الراجل بيحب الست اللي معاه تحسسه إن هو البطل بتاعها، يعني دايما تقوله انت عمرك ما خذلتني، انت دايما بتعملي اللي انا بتمناه من غير ما تطلبه مني. السيدة خديجة لما قالت للرسول ما اكتفتش ان هي تقول له والله ربنا مش هيخزيك ابدا، فضلت تعدد له صفاته الحلوة. السيدة خديجة بتبين له هي شايفاه عامل ازاي. انت كمان لما زوجك يعمل حاجة كويسة عظمي فيها، مش هيبقى مبالغة بس اديله قدره ووضعه. في حاجة ستات كتير قوي بتعملها، جوزك لما يصلح حاجة في البيت ما تقوليش هو انت عملت حاجة، أو تقولي له أخيراً عادي يعني ما أنت بتعمل العادي، أو تقارنيه بغيره. جوز فلانة بيعمل، بعد شوية هو هيزهق ويبطل يعمل أي حاجة. الصح إنك تشكريه وتقولي له تسلم إيدك، من غيرك ما كناش هنعرف نعمل حاجة. افتخري بيه قدام الناس. تعرفي إنك لما تقدريه وتمدحيه وتعجبي بمجهوده هيعمل إيه؟ هيعمل أضعاف المجهود ده عشان يفرحك. ما هو شايف الفرحة في عينيكي هيبقى عايز يشوفها طول الوقت. الراجل بيتحرك بالتقدير أكتر من الحب. لو انتي حبتيه بدون تقدير فعمر الحياة بينكم هتبقى كويسة، لو قدرتيه هيحبك أكتر. الراجل بيحب الست اللي تعرف امتى تتكلم وامتى تسكت. اوعي تفتحي جوزك في مواضيع صعبة أول ما يرجع من الشغل، تفتحي مشاكل وهو تعبان أو جعان. اتكلمي بهدوء وحكمة مش بعصبية. كوني أنثى في البيت، صوتها هادي، دلوعة ورقيقة، بتتكلم بهدوء وبرقة. اعملي كل حاجة في البيت بحب. خليكي الكعبة اللي كله بيروح لها ويحكي لها، اللي كله بيطمن في وجودها. انتي اللي دايما جمعيهم. خلي زوجك يشوفك أنثى بجد، مش بتجادليه وتقفي قصاده ند بند. خليه يحس انك محتاجاله وان هو البطل بتاعك. على فكرة الأنوثة مش لبس وشكل وبس، الأنوثة من جوه. لو انتي حاسة بأنوثتك وانك فعلا محتاجة الراجل ده ومقدراه، هو هيحس بده. بلاش أول ما يدخل من الباب تقوليله الغسالة باظت، ابنك جاب درجات وحشة، وتفضلي تفتحي عليه المشاكل وتزعقي وتصرخي وتقولي أنا تعبانة، أنا قرفت من عيشتكو. استني واختاري الوقت المناسب، ساعتها هيسمعك ويفتح كل ودانه. لو ما عملتيش كده هيتأخر بره عشان يتجنبك، هيقضي طول الوقت بره، ما هو مش عايز يرجع للنكد. استقبلي جوزك بابتسامة، الأكل جاهز، كل يا حبيبي. وبعد ما ياكل ويشبع افتحي معاه الموضوع اللي انت عايزاه. في النهاية الراجل محتاج من زوجته الاحتواء، كوني حضنه الآمن، والقبول إنك تقبليه زي ما هو بدون شروط. تقدير، قدري كل صغيرة وكبيرة هو بيعملها، وإن يكون عندك حكمة تختاري الوقت المناسب علشان تتكلمي معاه أو تحكي له أي مشاكل. عايزة أسألك سؤال، لو الرسول وأمهات المؤمنين جولك البيت فجأة، شافوا كلامك وطريقة استقبالك لزوجك وطريقتك وانتي بتتكلمي معاه، تفتكري هيبقوا راضيين عنك؟ النهاردة لما جوزك يرجع البيت استقبليه بابتسامة حلوة، قوليله كلمة حلوة، أنا مبسوطة إنك رجعت. اشكريه على أي حاجة عملها حتى لو صغيرة. احتويه لو لقيتيه متضايق وهتشوفي بنفسك الفرق. يا رب املى بيوتنا بالمحبة والمودة يا رب، واهدي كل زوجة لزوجها.